النقطة الأخيرة اللي هنتكلم عنها في التوبيك ده اللي هو الكومبرومايزنج والاندرستاندينج نيجوشيشن، الخمس أسباب اللي بيخلوا الديل ما تكملش، خلوا الديل تروح، ما خلاص ما فيش ديل أصلا. خلينا نشوف إيه هما ونشرح سبب. أول حاجة سموك أند ميرور. إيه سموك أند ميرور؟ العميل أصلا ما كانش عنده نية الشراء منك. العميل كان بيستخدمك كنوع من انواع وسائل الضغط على البروفايدر التاني. جاب منك بروبوزل بسعر اقل عشان يضغط على البروفايدر التاني عشان يخلي البروفايدر التاني يقلل سعره. ده اسلوب من الاساليب انت بالاكسبيرينس بتاعتك هتفهمها. مع الوقت هتبدا تعرف مين العميل اللي بيستخدمك سموك اند ميرور ومين العميل اللي انت اصلا الاساسي بالنسبه له. وخليني اقول لك على حاجه، لو هي برايس وور غالبا انت سموك اند ميرور. لو هي ليستنج فاليوز والعميل بينيجوشيت معاك بفاليوز، لا يبقى انت كده في مرحله حلوه. فركز على الفاليوز وابعد عن البرايس. النقطه الثانيه ان انت تفاجئ العميل، الباير سربرايز. يعني ايه تفاجئ العميل؟ ان انت تقول له تفصيله ما كنتش قايلها من الاول. يعني ايه؟ يعني مثلا تيرمز اند كونديشنز في البيمنت ميثود 50% ادفانس و50% او 25% في النص و25% في النهايه. انت ما وضحتش ده. العميل كان مفكر ان هو هيدفع مثلا 50% ان ادفانس، تمام مفيش مشكله، و50% في المية، كانش عامل حسابه على 25% اللي في النص دي. فدي ترم من الترمز انت ما وضحتهاش. ديليفري، انت ما وضحتش للعميل ان الدليفري هيبقى بعد 3 شهور. انت حسست العميل ان هو على ما هيشتري هيلاقي البرودكت اللي هو عايزه موجود. فدي نوع من انواع الباير سربرايز. لازم تبقى متاكد ان انت عملت انكفرنج لكل النقط الخاصه بالبيع للعميل من بدري، عشان ما يحصلش في النص اي مشكله تخلي العميل يقلل الكريديبيليتي بتاعتك عنده، او تخلي العميل اصلا يسيب البيع ويمشي. وارد يسيب البيع ويمشي. النقطه الثالثه، انت ما بتسالش على الكلوزنج. الطبيعي ان انت بعد ما خلصت الستبس بتاعتك اللي هي ستيب الكونكشن واللي هي البروسبكتنج والكونكشن والانسايت فيز، وبعد كده ان انت الدليفري فيز، وبعد الدليفري فيز الكلوزنج فيز، وبعد الكلوزنج فيز الفولو اب اللي بتاسك فيها على البيزنس. فانت لازم تاسك فور بيزنس. امتى؟ احنا فين؟ احنا عملنا حاجات كتير وخطوات كتير، احنا ليه ما بنخلصش البيعه؟ لازم تاسك فور كلوزنج، لازم تاسك فور بيزنس من العميل. لان الاخطاء بتحصل من ان انت ما عملتش اسكنج للبيزنس وفي بروفايدر تاني بياسك تو كلوز مع نفس الكاستمر، فالكاستمر خلاص بيروح لده. فلازم تركز على الستيب دي. انت ما حددتش الباير وانت بتشتغل. not identified الباير. يعني ايه؟ يعني انت ما تاكدتش من الشخص اللي هيابروف الديل اصلا. احنا قلنا ان في نوعين من الاشخاص، في النيجوشيتور وفي الباير. النيجوشيتور ده الشخص اللي بيتفاوض، والباير ده الكونسيومر، الشخص اللي هيشتري اصلا، الشخص اللي معاه الاثوريتي تو ديل. انت ما عرفتش مين الشخص المعني باتخاذ القرار، فبالتالي كنت بتنيجوشيت مع الشخص الغلط. هو نيجوشيتور، هو دوره ان هو يقلل الفلوس، بس القرار بتاع الشراء مع الباير مش مع النيجوشيتور. فانت كان لازم تقنع الباير عشان الباير هو اللي يقنع النيجوشيتور ان هو يتفاوض معاك بشكل يكون فليكسبل شويه عشان نقفل البيعه، لان الباير محتاج اصلا اللي انت بتقدمه، وانت السولوشن اللي انت عامله هو السولوشن اللي هو عايزه بالظبط وعلى مقاسه جدا. فلازم تعرف الباير، ولازم تقنع الباير بالشغلانه بتاعتك او السيرفيس والبرودكت بتاعك عشان هو اللي هيضغط على النيجوشيتور. النقطه الاخيره، انت مش عندك فاليو. نو فاليو. انت ما قدمتش فاليو للعميل. انت في الاخر كنت بتقدم له سعر مفيش فيه فاليو، فالعميل مش هيشتري منك. اي حد بيشتري اجينست فاليو يا جماعه. اي حد بيشتري، انت شخصيا كسيلز لما بتيجي تشتري وتبقى باير في حدوته سيلز تاني، بتشتري الفاليو، مش بتشتري البرودكت از ات از، او مش بتشتري السعر، او مش بيقنعك والموتيفيتور الاساسي بالنسبه لك السعر. الفاليو هي محرك قوي جدا جدا في اتخاذ قرار الشراء. فركز على الفاليو واشتغل على الفاليو وابعد عن البرايس.
البياع الشاطر هو البياع اللي بيدي فاليو، مش بيبيع برايسز، مش بتاع ديسكاونتس، مش بتاع سبيشال اوفرز، مش بتاع سبيشال تيرمز، هو بتاع فاليوز. هو ده البياع الحقيقي، وهو ده اللي المفروض نركز عليه في الشغلانه بتاعتنا as a professional sales representative.